مبسوطين بوجود حضرتك معانا النهارده. انا اسعد كلمات جدا. يلا نبتدي. اتفضل يلا. عايزين نعرف حضرتك اكتر، مين دكتورة سهى؟ طيب بصي، يعني انا اسمي دكتور سهى الزلباني، وطبعا بشتغل في الجامعه الامريكيه مدرس مساعد. بس خليني انا اقول لك البدايه خالص. ان انا اول ما اتجوزت قررت ان انا لازم ان انا اربي ولادي باحسن شكل ممكن. فعلى هذا الاساس ابتديت بقى ان انا اقرا كتير واعرف كتير عن الاطفال وتربيه الاولاد. وبعد كده قررت ان انا بقى لازم ان انا ادرس وابتدي ان انا اعرف اكتر عن ازاي ان انا اربي الطفل بطريقه سليمه، وازاي ان انا اخليه يعتمد على نفسه، يبقى في المجتمع حاجه جميله جدا. فمن هنا بقى ابتديت ان انا يعني حياتي كلها تختلف واركز على الدراسه والعلم، وان انا اعرف اكتر عن الاولاد. ومش بس الاولاد اللي انا اقدر ان انا اشوفهم واتعامل معاهم في المدارس، لا انا كمان ركزت على الاولاد اللي احنا محتاجين ليهم دعم. فكان بدايتي خالص ان انا عايزه ان انا اعرف اتعامل ازاي مع الاولاد اللي عندهم احتياجات خاصه. يعني ده كان باشن جوايا، واي ثينك ان الباشن ده ابتدى من ان انا عايزه اساعد الناس، او عايزه اساعد الاولاد اللي محتاجين ان هم يبقى ليهم صوت. انا حاسه انه ابتدى من حته انا عايزه اربي ولادي احسن تربيه، بالظبط. وبعدين تطور towards الاولاد اكتر بقى اللي... من اولادي بقى اولادي بالسنس اولادي الكبير ولاد يعني. الناس. لان انا لحد دلوقتي بقول عليهم ولادي، يعني عارفه. ف... دي كانت بدايه ان انا عايزه اعرف اكتر وعايزه اتعلم اكتر عشان اقدر افيدهم اكتر. وكمان كنت عايزه ابقى انا الصوت بتاع الاولاد، يعني اعلمهم ازاي ان هم يعرفوا يعتمدوا على نفسهم، يعرفوا يتكلموا عن نفسهم، يعرفوا ان هم ياخدوا حقهم. فدي كانت انا حاسه ان هي كانت اكتر من شغلانه، هي كانت ميشن. وده اللي بيخليني يصحيني الساعه 2 الصبح دايما عشان ابص على حاجه او اراجع حاجه هي مهمه مهمه مش جدا. بالظبط، يعني هي مهمه وهي مهمه جدا كمان. فهي الرساله او الميشن هو او المهمه هي دي اللي بتخليني ان انا دايما ان انا ابقى عايزه اعرف وعايزه اتعلم عشان اقدر افيد الناس اللي حواليا. ايه اللي حصل؟ ما اعرفش والله يعني ايه اللي عمل الشفت من انه انا الشراره حصلت ازاي يعني. اصل انا كنت داخله عايزه اربي ولادي احسن تربيه، فقلت اتعلم ازاي. لا بس بصي، هي الشراره متهيألي كانت من بدري قوي، لان انا وانا صغيره ما كنتش بعمل اي حاجه في حياتي غير ان انا ادرس. يعني لما حتى كنت بلعب لازم العب مدرسه. عارفه انت الولاد دول الحلوين دول، يعني اشتري سبوره وطباشير. كان عندنا ساعتها ايامها السبوره السوداء والطباشير الابيض. فانا حاسه ان انا يعني ما عملتش حاجه في حياتي. حتى لما كنت باخد سمر جوب كنت باخد سمر جوب از ا تيتشر، يعني كنت ببقى تيتشر اسيستنت في حضانه مثلا. لكن عمري ما فكرت نفسي او شفت نفسي ان انا ممكن ان انا اقعد على مكتب او اكلم حد وابقى بس بتاعت اجتماعات وكوربريتس، مع احترامي الشديد طبعا يعني. بس انا كنت شايفه نفسي دايما مع الاطفال. ومش عايزه اقولك ان انا اول شغلانه جات لي، او يعني اول شغلانه مهمه كنت بسعى ليها، التعليق اللي كان في الانترفيو سابوا كل حاجه وسالوني هو انت كنتي بتشتغلي وانت صغيره قبل ما تتخرجي؟ يعني لقوا الديت ان هو قبل ما ان انا اتخرج من الجامعه، وما كاتبه ان انا كنت شغاله مدرسه. فقالوا لي ازاي يعني؟ فقلت لهم كنت بشتغل سمر جوبز في حضانات. وساعتها طبعا في الوقت ده في التسعينات ما كانتش فيه الحضانات الكتيره الموجوده، وما كانش حاجه عاديه في منتصف التسعينات ان حد يعمل حاجه زي كده. فما كانش ده this was not something يعني very common يعني usual. تلاقيه موجود. لا ما كانش. بس انا كنت حابه ان انا لا الصيف ان انا اقضيه في الحضانه بشتغل مع الاولاد وبتعلم منهم وبعمل لهم اوبزرفيشن وكده. فزي ما بقولك دي كان من بدري قوي. وبعد كده مع ولادي بقى طبعا انا يعني اول ما بقيت عندي ولاد شمرت بقى عن سواعدي. لا ده انا يعني دخلت انا المعمل. جايه جاهزه. انا جايه جاهزه، انا من زمان انا دخلت مدرسه المعمل. فمش هينفع. ما يعني ما حدش هيخرج مننا غير متعلم يعني. فابتديت بقى قرايه بقى مش قادره اقول لك يعني. يعني طول اليوم كنت بقرا، وكنت بحب جدا ان انا وكمان المجلات ما كانش الحاجات الثيوريتيكال، انا كنت عايزه البراكتيكال. وكان حبيبتي كان جدتي ساعتها لسه موجوده، وكان كل حاجه اقراها. حتى بعد ما دخلت الماجستير كمان في التربيه الخاصه كنت I have to verify مع جدتي هو الكلام ده صح
وانت كنت بتعملي كده واحنا صغيرين، وانت بتعملي كده في تربيه والدي. يعني هي دي كانت من الناس القدوه بالنسبه لي في التربيه. فخلصنا بقى الفترة الجميلة دي، وابتدينا بقى as a professional. بعد ما ولادي كبروا شوية نزلت بقى ان انا اشتغل في المدارس. فحسيت بقى هنا دي كانت نقطة مهمة جدا. حسيت ان في جاب، الاولاد اللي هم يا فوق المتوسط يا تحت المتوسط، المدرسين بيعملوا معاهم ايه، او اولياء الامور مامتهم وباباهم بيبصوا لهم ازاي، او يعرفوا عنهم ايه. حسيت كل ما اتقدم في السن او اتقدم في السنين الخبره ان انا بلاحظ ان الجاب بتوسع. يعني كل ما اعرف اكتر كل ما احس ان الجاب بتوسع، وان انا لازم ابقى زي ما قلت لك في الاول ابقى صوت الاولاد دي. المسافة ما بين ايه الاهالي واولادها؟ مش بس كده، انا كنت بحس الجاب بتاعت المعرفه. المدرسين بيفهموا ايه عن الاولاد دي، يقدروا ان هم يتعاملوا معاهم ازاي، يقدروا يفهموهم ازاي، سلوكهم. لما الطفل مثلا يعلي صوته، طب هو على صوته ليه؟ سالت نفسك انت كمدرس هو على صوته ليه؟ او مش عايز ان هو يشتغل النشاط معاك ده، برضو سالت نفسك. لان كل سلوك الطفل بيعمله هي رساله. انا عارفه طبعا، انا بحط نفسي وانا كنت مدرسه وبحط نفسي مكان التيتشرز او المدرسين. مش كل وقت اقدر ان انا اعمل ريفلكشن واقدر ان انا اخد وقت واتكلم مع الطفل عشان اعرف هو ليه ما استجابش للانستراكشن، او ليه ما استجابش للتعليمات اللي انا اديتها له. بس دي نقطه مهمه جدا. ولقيت ان الاطفال ما بيبقوش فاهمين نفسهم، واولياء الامور مش فاهمين الاولاد بتوعهم. وكل زي ما بقول لك كل ما كانت الخبره بتاعتي كل ما تزيد كل ما بلاحظ ان الجاب دي بتوسع مش بتقل. فحسيت ان لا، I have to dedicate time، I have to ان انا اركز واعرف اكتر عن الاولاد اللي محتاجين مساعده، اللي محتاجين دعم. فمن هنا بقى ابتديت اول حاجه بقى ان انا ادرس بقى على صعوبات التعلم والاحتياجات الخاصه. ومنها برضو كملت الدكتوراه بنفس اللاين. مختلف شويه الدكتوراه لان الماجستير كانت معظمها عن البراكتسز جوه الفصول، يعني زي المدرس يدرس جوه الفصل. لما عملت الدكتوراه بتاعتي في جامعه جونز هوبكنز في امريكا، ابتديت ان انا اركز على الانظمه التعليميه. ابتديت اخد المنظور الاوسع بقى. مش بس المدرس بيشتغل مع الطفل ازاي جوه الفصل، مش بس ولي الامر بيربي ازاي ابنه في البيت. لا، ابتديت ان انا اشوف بمنظور اوسع ازاي المدارس بتخدم الطلاب دي، وايه البرامج اللي جوه المدرسه اللي انا اقدر ان انا تكون موجوده عشان تخدم الاولاد اللي عندهم صعوبات تعلم. ودخلت بقى في الوقت ده كمان الجيفتد اند تالنتد، هو الموهوبين. فيعني فزي ما قلت لك هي ابتدت ان احنا بنلعب عرايس وبنجيب سبوره لان انا واولادي، ولازم ان انا اشتغل معاهم وافهمهم اكتر وافهم دنيا المدارس ودنيا التعلم والتعليم، وازاي اعدل لهم سلوكهم وازاي اوجههم. الى بقى خرجت منها لاولاد المدارس اللي انا كنت بشتغل منها لحد بقى ما وصلنا لطموح. لان طموح بقى هي ده المكان ده this is my last ان شاء الله، يعني ده المكان destination. my last destination ان شاء الله. طموح هي مؤسسة استشارات تعليمية. بنقدر ان احنا نشتغل مع الطفل وبنشتغل مع ولي الامر وبنشتغل مع المدرسة. فمن خلال طموح بقى انا ابتديت ان انا ابص للشكل الاوسع اللي هو inclusion plan، او ازاي ان انا ادمج الطفل في اكتر من مجتمع او اكتر من مكان. البيت والمدرسة، ممكن يكون برضو النادي او المركز اللي هو بيروحه. اقدر ان انا افهم ولي الامر يتعامل ازاي مع الطفل، افتح له مجال للتفكير، للعلم، للشغف ان هو يبقى عايز يساعد ابنه. وكذلك المدرسة، وكذلك كمان مديرين المدارس. يبقى انا كده حاولت على قد ما اقدر المنظومة اللي حوالين الطفل او السيركلز اللي حوالين الطفل قدرت ان انا ادعمها وساعد الناس اللي بتشتغل مع الطفل عشان يوصلوه ان شاء الله المستقبل بتاعه، او على الاقل اقول امكانياته. لان انا لما ببص على الطفل ببص على الانسان امكانياته ايه. فانا ما عنديش بنش مارك معين عايزه اوصل له. انا عايزه ان انا افهم ولادي كويس قوي، افهم نقاط القوه، افهم مش هقول نقاط الضعف، بحب ان انا اسميها نقاط التنميه. ومن خلال ده اكون اتعرفت على الانسان كانسان، واعرف اللي حواليه او اساعد اللي حواليه ان هم يتعرفوا على
الويكنسز والسترينث، نقاط القوه ونقاط التنميه، عشان يقدروا ان هم يساعدوه يبقى نفسه. بس this is in a nutshell يعني. فعلا تحسي واحنا كبار قادرين ان احنا نفهم هل البيئة اللي انا عايش فيها دي مناسبة او لا، وابتدينا دلوقتي نتعلم ازاي احط حدود للي حواليا، ازاي اختار ايه، ازاي اعمل ايه. لكن الطفل لو محدش ساعده من بره البيئة اللي حواليه انه يخلي البيئة اللي حواليه تبقى بتساعده ومش بتحبطه او بتكسره او بتأذيه بطريقة indirect. لان في اهالي كتير بنسمع قصص ناس دلوقتي كبار عايشين معانا اتأذوا جدا من تربية أهاليهم ليهم لعدم فهمهم لموهبتهم أو عدم فهمهم لفكرهم بطريقة معينة. وللأسف دلوقتي الإجابة بتبقى هم عملوا أحسن ما يقدروا عليه، يعني هو ده اللي هم كانوا عارفينه. فحساكي دلوقتي عندك مهمة كبيرة وعبقرية يا رب ان شاء الله. انك توعي الجيل ده بانه ازاي نقدر نربي بقى الاجيال الجديده اللي جايه بطريقه تمكنهم اكتر وتخليهم فعلا يشوفوا حجم امكانياتهم مختلف شويه عن اللي احنا عشناه. لانه احنا عشنا شويه عندنا حاجات كده متعودين عليها، اللي هو تعملش كذا، اعمل كذا، ده الصح ده الغلط، ايه ده انت بتفكر كده ليه. يعني انا افتكر مثلا سيناريو شفته، ايه ده هو انت صحابك بيبعدوا عنك يبقى انت فيك حاجه غلط مثلا. وهي كانت اكتر مرتبطه باني بحط حدود، بسمح بايه ما بسمحش بايه. ففكره طموح جميله قوي. والله انا سعيده جدا ان بسمع الكلام ده. وبصي برضو خلي بالك من اسمه طموح، يعني انا عايزه كل حد يبقى بيشتغل معانا، سواء كان ولي امر او مدرس، لان انا عندي طبعا في طموح مدرسين شاطرين جدا. وبس اول حاجه بقولها لهم يعني احنا لازم يكون عندنا طموح. احنا مش جايين هنا it's not a job، هي دي مش وقت احنا بنقضيه مع الاولاد، مع احترامي الشديد طبعا للوقت ده، ولكن انا عايزه ان كل واحد فينا سواء كان ولي الامر او المدرس برضو يفكر في الطموح بتاعه، يعرف اكتر، يبقى مصدق طبعا في امكانيات الطفل وفي امكانيات نفسه ان هو يقدر ان هو يغير. لان يعني جزئيه البوزيتيفيتي دي مهمه جدا 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 عشان انا اقدر ان انا اغير في الناس اللي حواليا، ان انا يبقى عندي ثقه بنفسي وثقه في اللي بعمله وثقه كمان في ان احنا نقدر ان احنا نغير. فيعني طموح ده يعني اسم ان شاء الله يكون على مسمى. لا هو جميل يا رب ان شاء الله. هو اسم جميل والمعنى وراه عميق جدا. وحاسه انه ساعات احنا لما بنشتغل في حاجه بنبقى حاسين انه دلوقتي يعني بنبقى باصين لها دلوقتي عشان الطفل يبقى مرتاح. احنا بنساعد الاطفال، بنساعد الاهالي تعرف تتعامل افضل مع اطفالها، بنساعد ان الاطفال تتعلم احسن. لكن الحقيقه ان هو اكبر من كده بكتير قوي. هو حضرتك بتشتغلي بتبني جيل سوي، يعني احنا بنشتغل بنسعى ان احنا نبني جيل سوي ونبني تربية صح، تربية فعلا نطلع بيها اجيال تقدر فعلا تخدمنا وتخدم بلدنا ونخدم بعض ونبقى اقوى وفعلا نعيش حجم امكانياتنا الحقيقي. يعني دي من اكتر الحاجات اللي بحس عندنا يعني احنا مش شايفينها، والفترة دي حقيقي لازم نشتغل عليها ان احنا نوصل فعلا لامكانياتنا. والشباب الصغير يعني انا ولادي جن الفا لا هم مصدقين قوي ان هم يقدروا يعملوا كتير قوي. ولو انا دخلت قلت لهم لا يا حبايبي الدنيا مش كده، ده الدنيا صعبه جدا، وانت ما تفتكرش يعني ان انت بقى ايه هتبقى ملك زمانك، يعني ده مش هيحصل، هدمره. مع ان في شخص ممكن يقول الكلام ده اوت اوف انه يعني عشان ما يصدقش نفسه، يحط الحدود برضو عشان الولد ما بعد كده ما يحسش بان هو يعني مش غير قادر ان هو ينفذ اللي هو عايزه او يوصل لحلمه، فبيخاف عليه فيقول له لا يعني احنا بيحاول يحمي توقعاته، يحد توقعاته. بصي هو اجمل حاجه انا من وجهه نظري، اجمل حاجه ان انا اعرف نفسي صح، اعرف بالظبط امكانياتي. يعني هو ده التارجت بتاعي ان شاء الله لكل اولادنا بما فيهم سواء كانوا كبار او صغيرين، ان هم فعلا يعرفوا نفسهم بجد، يعرفوا نقاط القوه والنقاط اللي هي التنميه، ويحطوا لنفسهم يعني اهداف كده واقعيه.
ولازم تبقى يعني we are almost teaching up. يعني ده بلاش ان انا انزل بسقف لازم يبقى في ستريتش كده، ايوه يعني بلاش انت شاطر ننزل وكذا. بلاش ننزل بسقف يعني طموحاتنا طموحاتهم. او توقعاتنا، بل بالعكس احنا نرفع سقف طموحاتنا وتوقعاتنا بس على اسس. يعني هي دي بقى الشطاره. ايه شكل الاسس دي؟ اولا طبعا لازم ابقى بقيس البروجرس بتاع الطالب كتير عشان اعرف ان انا هوصل بيه لفين. تمام. اشتغل ب alternative ways او باشكال مختلفه، عشان برضو ان انا ممكن اكون اغفلت عن مهاره الطفل ممكن يكون عايز يتعلمها، او ممكن يتعلمها وانا اغفلت عنها، او اكتشف حاجه ما كنتش مكتشفاها قبل كده. فكل الاسس اللي انا بتكلم عليها دي، الاكتشاف المبكر، ان انا ادي للطفل اكتر من طريقه للتعبير عن نفسه. ما ممكن هو مش عارف يعبر بالطريقه دي بس يعبر بطريقه تانية، فانا ليه ان انا اقف واقول لا هو بيعرف لحد هنا؟ طب ليه ما ابتدي ان انا انوع في اساليب التعلم؟ ممكن ان هو اسلوب من الاساليب المختلفه دي تعلمه بطريقه مبتكره وصح. ف... يعني كويس قوي ان انا يعني انوع. كويس ان انا دايما اعمل اوبزرفيشن وريفلكشن، دايما ان انا الاحظ الطفل وسلوكه، وما اقفش دايما عند ايه هو بس اللي بيعمله. لا انا احب ان انا ابقى ريسيرشر، ابقى باحث، اقابل البيرنتس واساله واعرف واعمل. احب ان انا يعني دايما تديك ديب كده، اعرف ايه سبب ده يعني. اعرف ايه ورا المشكله. ما اخدش المشكله كده يعني بشكل سطحي. لا انا احب دايما ان انا اسال وراها، لان انا هتعلم حاجه جديده وهفيد الطفل 100%، وهفيد ولي الامر ان شاء الله. هاخدك معايا في رحله صغيره قولي. لو تسمحي لي لا يعني. اتفضلي قولي. والرحله دي هنبقى بنغوص فيها اكتر شويه. اتفضلي. اول ما نزلت مصر، انا ولدت ولادي بره، وكنت عايشه في ايطاليا فتره، وبعدين نزلت مصر. دخل على تقريبا اللي هو بعد بيبي كلاس يعني. المدرسه كانت بتكلمني يوم يوم لا، تعالي خدي ابنك، ما بيقعدش على كرسي، بينام في الفصل، بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، يوم يوم لا. فانا فاكره مره مدرسه كلمتني وانا كنت خلاص مش عارفه اعمل حاجه، لان الكلام اللي بيتقال في المدرسه ما بيحصلش عندي في البيت خالص. مشوفش الكلام ده خالص. كلام في البيت يتقال له الحاجه بيسمع الكلام جدا، ولد جميل جدا، هادي جدا، تفيش منه، ما تسمعيش منه حاجه وحشه ابدا. والكلام اللي هناك حاجه تانية خالص. اليوم ده انا كنت مع اختي في العربيه بعيط، بس حجم الالم اللي انا كنت حاسه بيه ان انا حاسه ان انا ضعيفه، مش في ايدي اي حاجه اعملها، وده ابني وانا عايزاه يبقى احسن واحد في الدنيا. وبروح لهم اقول لهم طب قولوا لي اعمل ايه. يعني انا من الامهات اللي ما يعني خشي تتخانقي اللي هو ده ابني وانتوا لازم تعلموا. انا بحترم ان المؤسسات التعليميه. ايوه يعني عارفه، يعني انت مش خبازه، يعني بلاش فلسفه. يعني انا ما بحبش المشهد بتاع لا انتوا مش عارف ايه، مش انا فاهمين وانا اللي خالص كده. خالص. فكنت بخش اقول لهم اعمل ايه، محدش بيرد عليا. كنت لسه هقول لك حد رد عليكي. ما انا بقى عايزه اسمع منك والله يعني انا يعني كنت هستغرب لو حد رد عليكي، مع احترامي للجميع. احكي لنا قصه، يعني احكي لنا قصه. يعني انا جايه لك بالقصه من قصه واقعيه كأم. انا متاكده في امهات كتيره قوي عايشين معايا التجربه دي. وهوصل معاكي انا وصلت لايه في التجربه دي دلوقتي، بس عايشين معايا التجربه دي. وممكن في امهات يبقوا في بدايه التجربه دي دلوقتي، اللي هو للاسف المدرسه لما بتكلمنا بالفكر بتاع ابنك فيه حاجه غلط او بنتك فيها حاجه غلط، تتصرف مش ماشيه مع القطيع، واحنا كلنا بنمشي كده فلازم نمشي كده. بصي انا هقول لك اللي بتتكلمي عليه ده حاجه مهمه جدا، وهي ما بتحصلش بس في مصر، يعني في العالم. يعني باختلاف طبعا يعني برسنتج او كده. احنا وي تيتش تو ذا ميدل، يعني احنا المدرسين متعارف من سنوات او عقود
ان احنا بنشتغل في اطار الطالب المتوسط. مش هو دايما يقول لك كده الاختبار في مستوى الطالب مستوى الطالب المتوسط ده المتوسط. كده، يعني ده اسس علميه. سواء ف... حضرتك مستوى الطالب المتوسط ده فين بالظبط؟ خلاص يعني من وانا صغيره كان بيتقال الكلام ده، الاختبار او الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، فما حدش يتكلم، يعني ده كده احسن حاجه. ولكن طبعا يعني الدنيا اختلفت، والممارسات والتدريس اختلف، وبقينا نبص على كل طالب على حدة. يعني اختلفت القوانين، واختلفت طرق التدريس، واختلفت كمان ان المدرسين بيتعلموا ازاي وبيدرسوا ايه، عشان نقدر ان احنا نوصل للبيرسونلايز ليرنينج، او ان انا اقدر ان انا اتعامل مع كل طالب زي ما انتي كده بتقولي كإنسان. فال20 سنة اللي فاتت حصل طفرة. طبعا هي يعني ما وصلتش ما لكل وصلتش للمستوى المطلوب ولا بره ولا عندنا، يعني عشان بس النقطة دي مهمة جدا، ان ما نتخيلش برضو ان احنا يعني بعيد. لا، هو احنا كلنا نفسنا ان احنا نوصل للمستوى ده، وان احنا يبقى فيه personalized learning، وان احنا نعلم كل الطلاب ونراعي الفروق الفردية. بس محتاجين بقى شغل كتير جدا عشان نوصل للنقطة دي. فلو بنيجي نبص بقى على اللي بيتعاملوا مع الطفل جوه المدارس، انت حضرتك عندك مثلا ممكن يكون اخصائي نفسي لو المدرسه فيها اخصائي نفسي، ومعظم المدارس دلوقتي بقى فيها اخصائي نفسي اللي هو السكول كونسلر، وعندنا المعلم جوه الفصل، وعندنا المدير بتاع المدرسه. فالمدير المفروض ان هو بيعمل، هو المايسترو للعمليه التعليميه. للاسف ودي حاجه انا عارفاها لان انا بدرس ده في الجامعه الامريكيه، احنا الدبلومات اللي هي الخاصه بالنظار المدارس او السكول برنسبلز، حته جزئيه الدمج او مراعاه الفروق الفرديه فيها قليل جدا. وبرضو انا بكلم حضرتك على مستوى عالمي، لان في الماجستير في الدكتوراه بتاعتي في جامعه جونز هوبكنز في امريكا، انا كان تركيزي على مدير المدرسه. تمام. فالمعرفه عن الاحتياجات الخاصه او الجيفتد education، المراعاة الفروق الفردية ومراعاة الموهوبين، ضئيل جدا وضعيف جدا. ده الكلام ده يعني في ابحاث اتنشرت في 2010 نعمل و2015 احنا ايه و16. بقى، احنا تخيلي. الامهات الغلابه دي اه تعمل ايه؟ تخيلي بقى. اوكي. قولي اللي لي انا هيعمل متحمسه. اوركسترا، اللي هيعمل اوركسترا، اوكي، هو مدير نفسه المدرسه. عنده يعني محتاج يعرف اكتر. نخش على المدرس عنده متطلبات طبعا بتاعت اليوم ومتطلبات المدرسة، وما بيبقاش دايما من الأولويات بتاعتها ان انا اراعي الفروق الفردية جوه الفصول. يعني انا هدي حضرتك مثال على نفس المثال. الولد حافظ كل حاجه، فلما المدرسه كانت بتساله هو حافظ كل حاجه، هو عارف كل حاجه، هي بتقول له لازم تبقى قاعد في السيركل معانا عشان تحفظ مش الاغنيه. عايز يقعد في هو الصف. اصلا هو نايم بس هو حافظ الاغنيه وقالها لها. فما هي متطلبات المدرس في الفصل؟ فهنا زي ما انتي وضحتي بالظبط، هو المدرس ليه ما عندوش الوقت ان هو يسأل ويفكر ليه الطفل نايم مع انه ان هو حافظ الأغنية. ممكن، ودي حصلت لي اصلا مع الطالب انا كنت بشتغل معاه. الطالب برضو كان في سنة تانية ابتدائي، والاهالي بتشتكي ان هو نايم في الفصل طول الوقت، وفي الامتحانات بيصحى يكتب لهم ان كل الامتحان ويكمل نومه تاني. فده معناه لما ابتدينا ان انا بقى ساعتها كنت انا الكونسلر، كان عندي الوقت ان انا بقى اعمل اوبزرفيشن، الاحظ السلوك، اكلم ولي الامر، اعمل اجتماع مع ولي الامر، اعمل اجتماع في المدرسه، الاحظه في كذا فصل، في كذا ماده انا قصدي، اسال اروح واجي. ابتديت ان انا اعمل دراسه حاله عن الطفل عشان افهم هو احنا ليه بننام جوه الفصل، مع ان احنا لما بنصحى نمتحن ونجيب النمره النهائيه ونكمل نوم تاني. فلقيت ان الطفل ده هو عنده ملل رهيب من الفصل بتاعه، لان كل زمايله بيسألوا مرة واثنين وثلاثة وهو فهم من اول مرة. فعندنا بروسس التدريس بقى ممكن تقعد اليوم كله، هو محتاج ان هو ياخد معلومات بطريقة مختلفة، رتمها سريع. تمام. more attractive more appealing، يعني بتراعي بقى فروقه الفردية، هو عايز يعرف ايه.
وغير كده لو كان مثلا طول الوقت بياكل، هو كان الطفل قبل ما بينام كان مشكلته ان هو طول الوقت عايز ياكل، فقالوا له لا، ممنوع ان انت تاكل ووزنك بيزيد ومش عارف ان انت تلعب. فاثر السلامه الطفل خلاص، مش هنضايق هناكل. زمايلي، مش هتخانق مع زمايلي، ومش هاكل، فهنام. فابتدى السلوك بتاعه ده يبقى نمطي، وابتدى ان هو ينام طول الوقت في المدرسه، او نقول 70% من الوقت اللي هو بيقضيه في المدرسه نايم. ومن هنا جابوني بقى بعد ما كل ده حصل قالوا لي تعالي شوفي الطفل ده عنده مشكله. وطبعا البيرنت اخدنا الموضوع بشكل طبي، راحوا عملوا له تحاليل وكل ما عندوش اي حاجه nothing. فنرجع تاني لنقطه حضرتك، مين اللي في الفصل مسك طرف الخيط زي ما بنقول كده، مسك طرف الخيط ابتدى يشده عشان يعرف ابنك ليه بينام، ابنك ليه مش بيشتغل معاهم في السيركل تايم، ليه رافض ان هو يقعد معاهم في السيركل تايم، ليه عنده فترات بيحب ينام فيها كتيره جوه الفصل. هتقولي له ممكن ان هو لا ده نايم بالليل كويس قوي، احنا مغديينه ومفطرينه وعاملين له كمان، عملنا له تحاليل ما لقيناش ان عنده اي مشكله تخليه ان هو يحس بالوخم ويحس بالنوم. يجي بقى النقطه اللي الناس مش عايزه تتكلم فيها، هل الفصل البيئه الملائمه لطفل زي كده عشان يتعلم؟ لا، مش عايزين نرد على السؤال ده. فابنك لا، شوفي له مشكله او عامل مشكله، شوفي له حد يتعامل معاه بره المدرسه. دخلت بقى الكونسلور في القصه هنا بقى، فقالت لي محتاجين نروح سنتر نعمل اسسمنت. الولد عنده ساعتها، الولد كان عنده حوالي 4-5 سنين، فقالت لي محتاجين نروح سنتر نعمل اسسمنت. 5 سنين هيعمل اسسمنت؟ فده سؤال بقى انا محتاجه عندي ليه، يعني محتاجه اجابه. هو احنا هنعمل اوبزرفيشن هي امتى الاسسمنت؟ يعني امتى الاسسمنت تبقى اسسمنت؟ هو طبعا الفورمال اسسمنتس اللي حضرتك بتتكلمي من ليها صعوبات التعلم والكذا بتبتدي من سن 6-7 سنين، اللي هو الفورمال اديوكيشن. يعني لما يبقى عندي فورمال اديوكيشن ابتدي اعمل فورمال اسسمنت. قبل كده كلها early intervention، تدخل مبكر، تمام، واوبزرفيشن. يعني انا قبل ما انا احط ليبل على الطفل واقول للطفل ده مثلا ما عندوش يعني عنده inattentive او عنده صعوبه في الانتباه، عنده تشتت، عنده زياده في الحركه، عنده اندفاعيه، قبل ما انا ابتدي احط الليبل في سن صغير زي كده اعمل تدخل مبكر. عندي وهو عنده 2 3 4 5 كل ده تدخل مبكر من غير اي ليبل. انا بعمل اوبزرفيشن، عيني على الطفل، بعرف هو الطفل في السن ده مفروض، ده مهم جدا بقى المدرسين يعرفوه، ان في السن ده، في سن 4 سنين، في سن 5 سنين، ايه التوقعات من السلوك، التوقعات من الاكاديمي، التوقعات من اي مجال من مجالات النمو للطفل ده، ابقى عارفه مفروض البنش مارك او التوقع هنا، المؤشر اكون فين. وبعد كده اعمل اوبزرفيشن. عملت اوبزرفيشن وبصيت على مجالات النمو للطفل، بالكلام، حل الاسئله، حل اللي هي الاسسمنت، الرياضيات والحاجات دي، لقيت ان هو تمام، مفيش فيه اي مشكله. ابتدي ان انا اعمل انفستيجيشن اكتر واعرف من ولي الامر، طب هو في البيت بيعمل ايه. لو لقيت ان المشاكل اللي حضرتك بتتكلمي عليها مش موجوده في البيت، يبقى هي مرتبطه بالبيئه اللي هو قاعد فيها في المدرسه. فبس زي ما بقول لحضرتك، احنا دايما بنحب نتجاهل اخر نقطه دي، وبنقول ان الطفل عنده مشكله فودوه ان هو يتعمل له ايفالويشن. انا مش مع ان هم ما يتعملش ايفالويشن، ده اللي حصل. بس لازم فوق، يعني في الوقت اللي هو ابتداء من 6 سنين، من 6-7 سنين نبتدي بالظبط. قبل كده تدخل مبكر واحنا ساكتين. هو ده اللي حصل. وبعدين ايه، رحنا عملنا الايفالويشن، طلع سلايتلي ADHD. بعديها ب6 شهور احنا لسه عشان بس انا عندي سؤال، يعني اتفضل. الاي كيو اخباره ايه؟ كان عالي جدا، الاي كيو كان عالي. الميكروفون بقى. الاي كيو كان عالي جدا، وطلع سلايتلي ADHD لحد اخر اللقاء. ايوه والله انا احب اسمع مش عايزه حضرتك حد جدا. يتكلم خلاص. بصي دي مشكله حياتي. هي بس الفكره انه بعد ما النتيجه دي طلعت، احنا ابتدينا نخش في ايه،
ايه ده، لا في observation، ففي اعراض تانية، لا ده غالبا اوتيزم سبيكترم. فايه بقى، يعني احكي لنا بصي كده يعني انت يعني عن حطيتي تجربتك. ضربتي على بطر رهيب مش قادره اقول لك يعني. فلان انا عندي مشكله كبيره جدا جدا جدا، انا اي ثينك ان هي مشكله شخصيه كمان من كتر ما هي الموضوع بقى ظهرت شخصي. قدامي. الموضوع بقى شخصي بجد يعني. ان الطفل، اي طفل يتحرك نقول عليه ADHD. انا محتاجه اقول حاجه هنا، اه انا محتاجه اقول حاجه. قولي. انا كنت بوديه تمرين الكوره، بتحايل عليه شوط الكوره، والله اقول له ابني حبيبي والنبي شوط الكوره، والنبي اجري ورا الكوره زي بقيه الاطفال عشان خاطري، عشان انا هنشل، عشان انا ابوس ايدك. يعني شوطها بس، شوطها واحده بس، احس ان انا حللت الفلوس. ف اه والله يعني. لا بصي انا عندي بقولك مشكله كبيره من كتر ما هي ظهرت. انا طبعا دلوقتي انا عجوزه على فكره يعني جدا. فانا بقى مش لي باين اكتر، خالص. مش هنتكلم على ابني عنده 26 سنه فمش ما شاء هنتكلم على الله. الموضوع ده. فانا عندي مشكله كبيره لان انا بشتغل في المجال دلوقتي من قبل 2004، بنتكلم على حاجه و20 سنه. وفي حاجه بتخبط في وشي كده كل شويه. الطفل الذكي الحركي اللي على طول موصوم بان هو عنده ADHD. ليه؟ يعني النشاط الزايد والاندفاعيه ده طفل بيبقى الاي كيو بتاعه متوسط او فوق المتوسط. بس عندنا نقطه مهمه جدا عشان ان انا اقول ان الطفل ده عنده نشاط زايد واندفاعيه، ان هو قدرته على التحصيل ضعيفه قوي، بتتاثر بعدم الانتباه. لكن انا لما الاقي طفل حركي نشط تمام، وهم لما بيكبر بيبقى كلاون اوف ذا كلاس، توكتيف طول الوقت عمال يتكلم، بيفرج عليه كل زمايله واصحابه والمدرسين والناس، ولكن قادر على التحصيل وقادر على التركيز وقادر ان هو يقعد على في حصه او في امتحان ويأدي ويجيب نمره كويسه ويعمل اتشيفمنت بس بمزاجه لما مزاجه. يحب ان هو يعمل حاجه زي حاسه كده. هيطلع المشكله انه برج العقرب بس مش حاجه. ولا بقى ماليش ايه في دي الامراض بس ممكن ادرسها دلوقتي يعني. تطلع المشكله. خلصت سبيشال اديوكيشن وجبت، ممكن نخش على الامراض يعني لسه ما درستهاش يعني. بس خليني اقول لك ان ده بقى يعني حاجه منتشره جدا جدا جدا، وبالذات في طموح ما اعرفش يعني بعمل اتراكشن للمشكله دي. يجي لي اولاد اذكياء ما شاء الله، نعمل لهم الاي كيو من اول من اول ما بفتح لهم الباب. بحس على طول ان فيهم حاجه مختلفه. مفوهين، بيعرفوا يتكلموا فيربال، بيقدروا يتكلموا يعملوا ارجيومنت من سن صغير جدا. والله كان في واحد عنده 3 سنين يقول لي انا عايز اتكلم معاكي عن الكره الارضيه. يا حياتي والله كنت عايزه اقول له انت يعني هتقول لي يعني الكره الارضيه. انا ممكن اسال بكره. 3 سنين والله 3 سنين. فحد زي كده لما يتقال لي ان هو عنده حركه زياده، اصل هو مش عايز يسمع المدرسه، ما هو اكيد فور شور في يعني في discrepancy وفي جاب ما بين اللي هو في دماغه بيفكر فيه وعارفه وعايز يعرفه واللي احنا بنقدمه له. طب ليه ما نشوفش حاجه زي كده ان هي طاقه نور وننميها بايدينا وبسناننا؟ يعني ننميها وابقى شغلي الشاغل ان انا انمي طفل عنده 3 سنين بيقول لي انا عايزه اتكلم معاكي عن الكره الارضيه. لما جيت عملت له انترفيو اول كلمه، يعني هو بيحاول يقعد على الكرسي الكبير ويحط ايده زي ما احنا كنا حاطين، كان ارم تشير يعني له 2 سنين، وعايز يحط ايديه على الجنب ويقول لي انا جاي اتكلم معاكي على الكره، ويعمل لي كده انا جاي اتكلم معاكي على الكره الارضيه. فيعني اكيد ده لازم اخده على جنب كده وافهمه وافهم افكاره ايه، لانه لو دخل جوه الفصل وسط زمايله بدون برنامج بدون معرفه من المعلم ولي الامر اتعامل ازاي مع طفل زي كده، انا فعلا بلاقي بقى يعني بيجولي بعد المشاكل رافض التعليم، رافض يقعد مع زمايله، بيتخانق مع زمايله، بينام في الفصل، بياكل كتير. كان عندي بنت بتاكل الكلينكس تمام، بيقطعوا اي حاجه ممكن ان هم يشدوها من كتر الملل، من كتر الزهق، من كتر بصولي انا عايز حد يفهمني. فكل دي بنبتدي بقى نتعامل معاها ونعالجها. لو كنا من الاول خالص شفنا ان الطفل مختلف وفي اختلاف وده طاقة نور
مش حاجه تزعلنا. كنا يعني ما تعبناش نفسنا وما تعبناش الطفل. يعني في المقام الاول انا بالنسبه لي طبعا بيبقى الطفل ده بيبقى في المقام الاول، ان انا ما اديتلوش السيرفيس او ما اديتلوش الخدمه اللي هو يستحقها، ما اديتلوش طرق التعليم وطرق التدريس اللي هو يستحقها. ف يعني زي ما قلت لحضرتك احنا المشكله ان احنا بس ممكن ان انا اكون عارفه كمعلم يعني او كمدير مدرسه عارفه الحاجه بطريقه ممكن اقول سطحيه شويه. ما عنديش وقت ان انا اخش بعمق، ما عنديش وقت ان انا امسك بدايه الخيط واعرف هو الطفل ده بينام ليه، الطفل ده بياكل كتير ليه، الطفل ده مش عايز ان هو يشتغل مع صحابه ليه. مهم جدا اسال ليه، لان كلها سلوكيات وراها يعني اللي انا هشتغل عليه، اللي انا محتاجه ان اشتغل عليه. ف يعني ده كده ان ناتشل. يا ريت اكون جاوبت على سؤال حضرتك يعني. محتاجه اكملك القصه. قولي بقى ايه اللي حصل. افتكر بس. لا ان شاء الله هتفتكري. قولي. اعتقد انه يعني اعتقد انه ده كان اقوى درس اتعلمته في حياتي، وتعلمته من ابني. اليوم ده زي ما قلت لحضرتك اختي كانت سايقه وانا عياط، مش عارفه اعمل ايه، لانه احساسي حاسه انه مش ضعف، يعني حاسه ضعف دي ما كانتش الكلمه، الاحساس بقله حيله، كنت حاسه بقله حيله، اللي هو اعمل ايه. طب يعني انا عايزه اعمل حاجه بجد مش عارفه اعمل ايه، لاني ما بشوفش الكلام ده في البيت. فرحت وقعدت وخدت الكلمتين زي كل مره بروح اخد الكلمتين هم يعني اعمل ايه مش عارفه، اعمل الصح، اخرج من هناك ايه الصح، ما مش عارفه. ف فرجع البيت قعدت معاه، مش فخوره ابدا باللحظه دي في حياتي، لكن كان اقوى درس اتعلمته في حياتي. فقلت له مالك، ليه ليه يا حبيبي تعمل كده؟ ما تبقى زي كل الولاد، ما تقعد على الكرسي عادي وتقعد وتنجوي، ما هم كلهم بيلعبوا وبتاع. وهو كان بيلعب بليجو، فبص لي كده قال لي ليه؟ قلت له عشان تبقى المدرسة تتبسط منك والمدرسة وتعرف تفضل في نفس المدرسة مع صحابك وبتاع. قال لي لا، ما هم يقبلوني زي ما أنا. كان عمره قد ايه؟ 5 سنين. وانا في اللحظة دي I was like ايوه بجد، you know what، انت على فكرة انت عندك حق، you know what، انت صح. وحسيت انه كان درس ليا انا كمان في حياتي، انا كمان، ان احنا اتربينا تربية البس اللي يعجب الناس، اعمل الصح للناس، عشان اوعى الناس تقول عنك كذا، او اوعى الناس تشوفك كذا، او اوعى الناس تحكم عليك كذا. اتعلمنا نحكم على غيرنا، فبقينا خايفين اصلا نعمل حاجة عشان ما يتحكمش علينا. فتعلمنا نتحط في قالب معين. انا شفت في عينيه قوة ساعتها ما اعتقدش ان انا عمري في حياتي كنت قادرة اجيب القوة دي. لا برافو عليكي يا عايده، بجد برافو، بجد ايوه برافو برافو. يعني. بس بصي خليني اخد بقى من النقطه دي على حاجه مهمه جدا. اوكي، ان انا لما بوصل للنقطه يعني للوضوح ده في الرؤيه، مهم جدا بقى ان انا احط ايدي على الحاجات اللي هو بيعرف يعملها كويس قوي وانميها، والحاجات اللي هو محتاج دعم فيها واشتغل عليها. يعني حلو ان انا اوصل لحته ان انا I'm different and I'm proud to be different، بس انا محتاج ان انا اوصل للبوتنشال بتاعي، ايا كان البوتنشال بتاعي دي خطوه او 2 او 10. انا بالنسبه لي كسوها مش هتدخل في النقطه دي، بس كسوها بقى بتدخل امتى؟ انت لو انت البوتنشال بتاعك تقدر تشتغل، لا يلا بينا نشوف هنشتغل ازاي. يعني الخطوة الأولى إن هو يقبل نفسه. بالظبط. وحضرتك أنا تقبليه إزاي كولي بقى امر. دوري، يعني أنا إزاي دوري إن أنا محتاجة إيه كولي أمر عشان أنا أقبل ده، عشان حقيقي أبقى أنا قابلة ده، ما يبقاش جوايا حتة حاسة إنه إيه ده، لا أنا ابني مختلف. تعرفي اكتر عن ابنك، يعني اللي هيهديكي وهينزل حده التوتر لولي الامر تماما هو ان يعرف اكتر عن ابنه.
يعني نقرا. يعني انا اول حاجه لما البيرنت بيجي وبحس ان هو عنده هو في الستاتس بتاع حضرتك ده او في الحاله بتاعت حضرتك ده اللي هو ايه، لا انا مش ابني كده، نهدى خالص، نعرف اكتر عن اللي انا بقوله لك ده. فاول حاجه على طول يعني بيبقى في مقالات معموله لولي الامر بصيغه لطيفه، ما بتبقاش مقالات يعني علميه كبيره بتخلينا ان احنا ما نبقاش حابين ان احنا نقراها، بتبقى معموله خصيصا لولي الامر، بيبقى موجه الخطاب لولي الامر، مقاله ودل ويعني معلومات علميه وعمليه. انا بس بحس ان ده لما يبقى فيه تشخيص مفيش يعني. مشكله ان احنا نعرف قد هل ما احنا نشخص؟ مين بيشخص؟ لا، هو مش مفروض ان حد يشخص غير حد منوط بالتشخيص. وهل في تشخيص يعني احنا عمرنا ما سمعنا عن الحاجات دي لا بصي هقول في لك جيلنا، حاجة. احنا ما كانش فيه الكلام لا ده. في جيل حضرتك كان يعني مش جيل، عندنا احنا جيل مختلف على فكره ولا جيلي يعني. صح مش كده؟ فايه اللي حصل بقى؟ الحاجات دي جت منين؟ بصي هو العلم نور، يعني كويس ان يعني احنا جت عرفنا منين؟ اكتر. يعني عملنا ايه؟ يعني قعدنا نوبزرف لقينا مجموعه من السلوكيات definitely. فاديناها اسم بقى في معين. تطور جامد مش بس في الجانب السلوكي. حضرتك عارفه طبعا او تقدري تشوفي ان في تطور في التكنولوجيا وفي علوم الهندسه وحاجات كتيره جدا منها السلوك، ولو ان السلوك ما اتطورش زي الحاجات التانية، لان ده طبعا دي يعني علوم انسانيه بتاخد وقت اطول طبعا. من العلوم الطبيعيه ان هي تتطور يعني. فبس لا، حصل طفره وحصل تطور ليها كويس جدا، وقوانين حصلت، يعني قوانين تبع الامم المتحده وغيره في البلاد ابتدت ان هي تتكلم على تربيه الطالب او تربيه الطفل يعني، وان هم يشوفوه من كل الابعاد يعني 360 درجه. ودي فاللي حاجة حصل ان كويسة. احنا شفنا بقى ركزنا اكتر. تمام. بس التركيز ده جه منين؟ يعني التركيز ده جه منين؟ اللي هو ايه، فجأة في اطفال بتسقط في مدارس بتمشي الولاد ما بتبقاش عايز هقول تاخدهم. لك هو جالنا يعني منين، هو بس دي نظريتي انا يعني ليه قررنا فجأة ان ما احنا كانتش نديهم موجودة. مسميات؟ طريقه التعلم دلوقتي بقت مختلفه. يعني القصة ابتدت منين؟ هقول لك احنا كنا زمان، ده من وجهه نظري، ممكن ان انا بقول ده قابل للصح والغلط، بس انا من وجهه نظري احنا كنا زمان يعني على ايامنا مش ايام حضرتك، كنا بنتعلم عن طريق الكراسه والقلم والسبوره وبننقل وامتحان، وكان موضوع الفروق الفرديه ده مش موجود، لان هي طبيعتنا واحنا قاعدين ما بنتكلمش كتير، ما فيش بقى العمل الجماعي، ما فيش ايه كنا بنتكبت يعني؟ كنا مكبوتين وكنا يعني ماشيين اعرف في اكبت تراك. نفسي. كنا ماشيين في التراك، وفي شويه منا بيخرجوا عن التراك وبيطلعوا بره المدرسه. دول اللي كانوا بيترفدوا دول مثلا. بيترفدوا خلاص، بيسقطوا بيترفدوا وخلاص والموضوع انتهى على كده. خير. ده اللي بيسقط في هندسه 8 سنين مثلا بيقعد في هندسه 8 سنين يعني بكلم بجيلي عشان بس ما حدش يزعل دلوقتي يعني. أيوة. فكنا زمان الموضوع واضح وصريح، ورقه وقلم وسبوره بننقل منها وبنمتحن، واللي بينجح واللي بيسقط. تمام. دلوقتي بقى لا، احنا دلوقتي عندنا التعلم بالطرق الحديثة، لازم الأطفال يقعدوا مع بعض ولازم يتكلموا، ولازم يبقى في عمل جماعي اللي هو البروجكت اللي هو المشروع، ولازم ان يبقى في المدرس يبقى في بنسميه التعلم النشط. انا مش عايزه اخدك في حته تانية بعيده شويه، بس يعني اساليب التعلم واساليب التعليم جوه المدارس في العالم كله وفي مصر اختلفت، طلعت لنا بقى الفروق الفرديه، لان بانت خلاص بقى اكتر. الطفل بقى محور العمليه التعليميه، ما بقاش زي زمان المعلم هو محور العمليه التعليميه. في التقليدي زمان كان المعلم هو اللي بيقف قدام السبوره، وهو طول النهار اللي بيتكلم وماسك الورقه والقلم، ماسك الطباشيره وهو اللي بيقول كل حاجه. الطفل ما كانش بيقول اي حاجه غير ان هو بس يمتحن او يجاوب على سؤال. لكن دلوقتي الطالب احنا بنطلب منه ان هو يقوم يشرح، يقوم يتكلم مع زمايله، بنطلب منه حاجات كتيره جدا ما كانتش موجوده في الاول. بس انا متلخبطه قوي. ليه محبطه؟ ليه متلخبطه ليه؟ عشان حاسه ان الابروتش او الاتجاه بتاعي انه الطفل هو محور العمليه التعليميه، معناها انه بيدي حريه للطفل انه يكون نفسه حقيقي، ويعزز شخصيته ويعزز مهاراته يعني. فازاي احنا مش قابلين ان احنا نشوف الاختلافات دي؟ في المضمون هو الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده صح، وهو مفيش يعني مفيش عمل انساني كامل. ولا هل دي المدارس الانترناشونال بس اللي بتعمل كده؟ ولا لا المفروض يعني؟ لا، في بره الانترناشونال كمان يعني خلاص بقى لا بره الانترناشونال الطالب عمل جماعي هو والاستراتيجيات التعلم والتعلم الحديث وكل الكلام اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي، سواء كان مدارس خاصه او مدارس انترناشونال.
بس يمكن المدارس الانترناشونال احنا ابتدينا الاول، بس هم بعد كده بقوا ماشيين بنفس النهج التعلم الحديث يعني. فخليني ان انا اقول ان مفيش عمل انساني كامل، فلازم هيبقى له الايه المشاكل بتاعته او المساوئ بتاعته. شطارتنا ان احنا نعرف ايه المساوئ دي ونحاول نعالجها سريعا. تمام. فايوه التعلم الحديث او اساليب التعلم الحديث خلت الطفل يقف قدام السبوره وهو اللي يتكلم وهو اللي يشرح ويخش يستخدم منصات تعليميه اللي هي LMS وكل الكلام الجميل اللي احنا بنعمله ده والبروجكتس وان هو يعني يبقى الموضوع يبقى فيه تفاعل وفيه مشاركه وكلام زي كده. فده حاجه جميله جدا وحاجه تحفه طبعا. بس نتج عنها ان بقت المشاكل اللي بتواجه الطلاب او الاطفال تبقى واضحه جدا وتبقى باينه جدا وتبقى محتاجه ان انا ادعمها وسريعا. هنا بقى ما كانش فيه سرعه، يعني احنا فتحنا الباب وخرجنا بقى وما عرفناش نعمل ايه. يعني كان لازم يبقى معاها، بس دي طبعا يعني ده تطور اعتقد يعني بالوقت، بس مش بالسرعه. من وجهه نظري مش بالسرعه المطلوبه. يعني الاطفال حصل لهم وطرق التعلم حصل لهم تطور سريع، واحنا بقى كالقائمين على العمليه التعليميه ما تطورناش بنفس السرعه. هي دي المشكله. فالطرق الحديثه طلعت لنا اللي احنا شايفينه دلوقتي، ان انا اشوف الطلاب 360 درجه من اول ما يخشوا المدرسه. فابتديت اشوف صعوبات التعلم ما كناش بنشوفه زمان. اللي هي بقى صعوبات التعلم دي، عشان احنا كأمهات عطلانين قوي في المصطلح ده. يعني هل في بني ادم ما بيعرفش يتعلم؟ لا، احنا كلنا الحمد لله بنعرف نتعلم، صح كده يعني. بس الطرق هي اللي بتختلف. الطرق اللي هي اللي بتختلف، وهنا بقى ده مربط الفرس، ان احنا كلنا قابلين للتعلم الحمد لله. الاي كيو بتاعنا كويس، او معامل الذكاء، حتى المعامل الذكاء الاقل متوسط قابل للتعلم. بس ازاي بقى وسرعه التعلم ازاي؟ يعني قدره الاستيعاب بتفرق، السرعه في التعلم بتفرق، الطرق بقى اللي انا كمدرس بستخدمها وبنشط الفصل ازاي وبعلمهم يشاركوا ازاي، كل ده بيفرق في ان الطفل بيحصل ازاي او بيحصل ايه. يعني مفيش حاجه اسمها صعوبات تعلم؟ لا طبعا في صعوبات تعلم. هي بقى ما فيهاش صعوبات بقى، هي فيها طريقه. يعني الصعوبات دي احنا قلناها على انهي بنش مارك؟ هقول لحضرتك على حاجه. ممكن كلمه صعوبات تعلم انا قصدي بيها ان المشكله اللي بتواجهنا او بتواجه الطفل، يعني او التحدي، بلاش كلمه مشكله، ما بحبش كلمه مشكله، التحدي اللي بيواجه الطفل علشان يقدر ان هو يتعلم. شطارتي انا كمعلم ان انا ازيل التحديات دي. ومن هنا بقى بيجي اهميه ان المعلم لازم يشتغل على نفسه على طول علشان يقدر ان هو يساعد الطلاب يزيلوا التحديات اللي قدامهم. انا طفل باخد وقت اطول في ان انا افهم القصه وافهم النص المكتوب، تمام، باخد وقت اطول من زمايلي. بس لا، انا ما عنديش حد طفل مش هيفهم النص المكتوب خالص، لا. هو لو اتقال له بطريقه مختلفه، مثلا ان انا هو مش قادر يفهمه او مش قادر يستوعبه داخل الفصل عشان في صوت عالي والولد بيتشتت، لكن لو قعدت معاه 1 to 1 هيقدر ان هو يفهمه كويس جدا وهيقدر يجاوب على كل الاسئله. طالب تاني لو شاف النص اللي مكتوب كله ورا بعضه كده برضه هيقف وهيقول لك انا مش قادر ان انا افهم. لو اديته 3-4 اسطر لوحدهم، اللي هو الشانكينج، ان انا بديله جزء في جزء في جزء في جزء، هلاقيه ما شاء الله جاوب على كل الاسئله. فانا مهم اعرف هو انا الطفل التحدي بتاعه شكله ايه، ابعاده ايه، عشان من خلال التحدي ده بجد اساليب العلاج او اساليب الدعم. كمل لك بقى القصه. اتفضلي. كلي اذان وهنا قابلت مديره المدرسه فقالت لي بصي يا بنتي، انت ابنك ده عنده موهبه، هو جيفتد جدا. هي كانت مدرسه فرنسيه وهو جيفتد جدا، بس حقيقي انا مش عارفه انتوا عندكم مدارس للجيفتد في مصر ولا لا. في واحده في نيس. قلت لها حضرتك يعني طبعا كان بودي اسافر نيس اقعد على البحر وادخل ابني المدرسه. طب ايه هناك بودي ابني المدرسه عادي. فقلت لها طب يعني اعمل ايه؟ قالت لي في نظام واحد انا عارفاه موديه احفادي فيه في فرنسا،
ممكن تلاقيه هنا في مصر ده اكتر نظام هينفع مع ابنك. وكان ساعتها كان بكلمني على مونتسوري، كويس. وفعلا من ساعتها بقى انا ما بسمعش لا ADHD ولا اوتيزم سبيكترم ولا اي حاجه. مدرسه كلمتني مره واحده في ال3 سنين اللي فاتوا، قالوا لي حاجه واحده بس، قالوا لي احنا عندنا انجر ايشوز، وبعد اذن حضرتك احنا حطينا خطه في المدرسه ازاي هنتعامل معاه في الانجر ايشوز، ومحتاجين منك تعملي انت كمان ده في البيت، وادوني انستراكشنز كده. قالوا لي لما يتعصب تقولي، لما يتعصب ويزعق لك ويبتدي كده لازم يبقى فاهم ان انت الاكبر، فتقولي له بص انا طبعا انا محترمه جدا ان انت متضايق، بس انت محتاج تفرغ المشاعرك، فانت ممكن تشخبط على ورقه او تغسل وشك بميه ساقعه او تبانش او تخبط في مخده، واول ما تهدى كده ونعرف نتكلم بليز تعالى ونقعد نتكلم مع بعض واسمعك وافهم ايه اللي عامل لك احباط يعني او فرستريشن هنا. وانا سمعت الكلام، انا اول مره في حياتي اخرج باعمل الصح وانا فاهمه ايه الصح. خدت الروشته وطلعت نفست، ما سمعتش الشكوى دي تاني، ما شاء الله. ما سمعتش الشكوى دي تاني. فايه اللي حصل؟ ليه احنا فجأة ما بقيناش ADHD؟ انا عايزه افهم حصل علم بس وليه فجأة دلوقتي انا مش مطلوب مني اعمل اسسمنتس عشان اشوف ابني فيه المشكله فين وليه؟ هم فهموه، يعني فهموا احتياجاته وقدروا ان هو يراعوها بمنتهى السهوله. يعني طبعا هي مش بمنتهى السهوله ولا حاجه، هم اكيد طبعا. طبعا. وانا من هنا من مكاني من موقعي هذا موقعك احب هذا. اشكر مس شيماء مس شيماء على مجهوداتها. شكرا قوي بجد. ايوه طبعا، لا المجهود رهيب. لا هو فعلا هو اللي حضرتك بتقوليه ده علم، يعني الناس اتعلمت وفهمت ان هي تتعامل ازاي، عرفت الانسان ده المفروض التربيه والتعليم بيحصل ازاي في الظروف كمان بتاعتنا دلوقتي في العصر اللي احنا عايشين فيه. فعلى هذا الاساس يعني عملت اوبزرفيشن وحطت كده نقاط ان احنا نمشي عليها، وساعدت ولي الامر ان هو يفهم كمان النقاط دي، واللي بيتعمل في البيت واللي بيتعمل في المدرسه والعكس صحيح. فبنلاقي بعد كده بريقه الامل، بنلاقي التعلم بقى، بنلاقي الطفل ان هو خلاص يعني البيئه حواليه قدرت تساعده علشان ان هو يفهم نفسه ويبقى جزء من المجتمع. وما فهو كانش مش بيعمل رافض. بجد، ما كانش بيعمل صحاب، كانش. دلوقتي هو بجد احنا قاعدين في السينما فلقى 3 ولاد قاعدين الناحيه التانية، فقال لي هروح اسلم عليهم بقى، ما شاء الله. وراح سلم عليهم وهرج بقى واتعرف عليهم. فهي فعلا زي ما حضرتك قلتي اللي هو بنشتغل على نقاط القوه، وبعدين بشوف ايه اللي فيه مشكله اه او نقول ايه التحدي زي ما اتفقنا، بلاش تحدي. مشكله بالظبط، تحدي. ونبتدي اهم حاجه يعني اثر البيئه، يعني في المدرسه بيعملوا ايه وفي البيت بيعملوا ايه، لان برضو فنتفق مع بعض. بالظبط. خليني انا ازود بقى عشان كل شويه حضرتك لما بتتكلمي انا بزود حته. مهم جدا لما بنبتدي نحط خطه علاجيه لتعديل سلوك او لدعم اكاديمي، تمام، لازم ان احنا في البيت وفي المدرسه يشتغلوا زي بعض، ما يبقوش عكس بعض. يعني اللي بيحصل في المدرسه لازم ان هو يتفهم في البيت ويبقى له نفس الطريقه، او والعكس صحيح. هنا بقى بلاقي ان حصل بقى الطفره اللي حضرتك كنت لسه بتقولي عليها، انا ابني ما كانش عنده اصحاب ودلوقتي بقيت ان انا ما بقولوش روح صاحب فلان او دول تعرفهم او كده، هو من نفسه بيشوفهم وبيبقى عنده ثقه بنفسه ان هو يروح انا رايح اسلم على اللي قاعدين بعيد دلوقتي. ليه؟ لان البيت والمدرسه اشتغلوا مع بعض فحصلت الطفره دي. فيعني أهمية الدقة والتعاون ما بين المدرسة والبيت دي حاجة مهمة جدا، وأهمية وجود خطط علمية مبنية على الأسس العلمية. يعني حاجة بسيطة قوي إن الناس لازم إن هي تاخد الموضوع بشكل علمي مش بشكل سطحي. أنا عارف معلومة فببتدي إن أنا أقولها، لأن أنا طبعا ببقى متضايقة جدا وزعلانة جدا لما بيجي ولي الأمر لأول مرة عندي في طموح ولاقي ان هو بيقول لي اصل المدرسه شخصت ابني ADHD او شخصته اوتيزم. اللي بيشخص هو المنوط بالتشخيص، دكتور اخصائي، دكتور نفسي بيبقى فيه. وكمان احنا ما بنشخصش من غير تقرير شامل، لازم تقرير 360 درجه حوالين الطفل. بنقعد مع ولي الامر بناخد التاريخ كله بكل التفاصيل الصغيره، لان احنا بنتعامل مع انسان
فلازم الحذر، لازم الوضوح الجامد جدا. ما اقدرش ان انا سريعا اقول الطفل ده انا مشخصاه كذا. مش عايزه اقول لحضرتك بقى ان انا في الماجستير في لندن ممنوع ان انا اشخص حتى وانا مرخصه على التشخيص، تخيلي. اوف ليه؟ ما تكتبيش اي حاجه تشخصي بيها يعني ده طبعا في انجلترا، يعني هم علمونا كده، ما تحطيش على الورقه حاجه توصم الطفل. انت قولي اللي انت شايفاه، لان الطفل ممكن بعد شويه يحصل تدخل مبكر، يعني اي مين انترفنشن، او يحصل مثلا طفره سلوكيه للطفل فيتغير، فانت وصمتيه بالتقرير اللي انت كتبتيه عنه من 3 4 سنين فاتوا. فانت علشان تكتبي التقرير يعني لازم تبقي واضحه جدا في وصف اللي انت شايفاه على الطفل بس. يعني اكتر حاجه حضرتك بتقولي كده دلوقتي، بما ان احنا بقينا عارفين الاي دي اتش دي والاوتيزم والحاجات دي، الناس اللي بتشخص لا ممنوع، يعني انا بتكلم عن نفسي، يعني طبعا لازم يبقى طبيب نفسي. يعني طب احنا عايزين نقول للناس دي ايه؟ أخصائي، يعني تمام. انا نقول لهم ايه؟ الناس اللي بتشخص سواء في مدرسة او هم بيحسوا ان هم بيشخصوا ولادهم، لانه كمان على قد ما العلم حاجة حلوة ولما بنقرا بنفهم اكتر، بس لما بنقرا ممكن احس ان انا ممكن اشخص اكتر. يعني حتى ولادي مش لازم الناس، مش لازم أنا. لا يعني من موقعي هذا برضو يعني كويس ان احنا بنتكلم. اللي بيشخص هو المنوط بالتشخيص، اللي هو اخصائي، دكتور، حد معاه رخصة بحاجة زي كده. يعني انا لو رحت المدرسة ولقيتهم شخصوا، اخد ابني واروح لاخصائي طبعا صح كده؟ ممنوع طيب، تشخيص غير من حد منوط بالتشخيص. ولو الخطوة اللي بعديها ان انا المدرسة عندي مش قادرة تخلق لي البيئة دي للطفل، اروح فين؟ والله يعني بيبقى فيه بقى اكتر من alternative، يا اما ان انا بدور على مدرسة تراعي الفروق الفردية لابني وتفهمني وتتعاون معايا، لان هو دي كلها مؤشرات نجاح، ولو مش موجودة ما بيبقاش فيه نجاح. دي حاجة. الحاجة التانية ان انا احاول ان انا اعوض الفقد او النقص اللي موجود في البيئة التعليمية في المدرسة خارج المدرسة، سواء بقى في البيت او في مكان تاني يقدر ان هو ياخد فيه الدعم اللي هو محتاجه. دي اماكن زي ايه؟ موجود في مصر كتير جدا اماكن ومؤسسات بتشتغل على دعم الطلاب، سواء اللي هو عنده احتياجات خاصه او صعوبه تعلم او الطلبه الموهوبين كمان. يعني في اماكن كتيره جدا في مصر. وطموح تخش فين في المعادلة دي؟ طموح بنشتغل مع صعوبات التعلم وكمان رعايه الموهوبين، يعني ده اللي في نيس اللي في نيس أيوة بجد. يعني انا جايه اللي في نيس جت مصر الحمد فعلا؟ لله. الحمد لله. طب ودي بتبقى مع المدرسه ولا بتبقى هي مع ولي الامر والمدرسه. انا بصي انا ما اقدرش ان انا اتخلى عن الاثنين، هم دول. فهي كونسلتيشن، هي استشارات بالظبط. وبدي خطط لولي الامر عشان يمشي بيها، والمدرسه نفس الشيء، والمعلم نفس الشيء. ف والطفل بقى الموهوب ده بنحب نعرف بقى هو موهوب في ايه عشان نبتدي نكتشفه ونبتدي ان احنا ندعمه بقى. يعني انت موهوب مثلا في الغناء، ولا موهوب في التكنولوجيا، ولا موهوب في الساينس العلوم. فمن هنا بقى بنبتدي ان احنا نوجه بقى ولي الامر، لا طب دخلوه في الصيف كذا، طب في مسابقات في المكان الفلاني، عشان الطفل ده يحس ان هو عنده له قيمه وبيتعلم. حتى لو هو يعني انا كان عندي طفل في يمكن تانية اعدادي ودخلته مسابقه، والمسابقه كانت قويه جدا وفي امريكا، وحبيبي لحد تانية اعدادي كنا بنغلط في ان احنا نكتب اسمنا، ولكن دخل المسابقه ومش قادره اقول لك ان هو فاز كمان ما شاء الله. لكن هو ما شاء الله في الفيزياء في الرياضيات دماغه رهيبه، بس في حته الهجاء والسبيلنج والحاجات دي كان دايما بيبقى عنده مشكله. وهو بيكتب اسمه في الابلكيشن غلط، يعني انا قلت له يعني راجع اسمك. انا محتاجه احط ايدي على حته انسانيه حلوه قوي حضرتك بتعمليها دلوقتي، ان انا عارفه بالظبط التشخيص ده اسمه ايه، بس انتي مش بتقولي اسم تشخيص. ايوه بجد، الله يعني الله، انتي بتديني الاوبزرفيشن بتاعت الحاله نفسها، بس مش بتدي لا اسم تشخيص ولا بتقولي ان ده كذا او ده كذا او ده كذا. اتعودت بقى خلاص. وانه اركز على نقط قوه الطفل، ففي الاخر بالنسبه لي
ده اللي هيطلع شاب شاطر، ده اللي هيطلع راجل اشطر، دي اللي هتطلع يعني بنت بصي، شاطره. انا طموح احنا بنينا على strength based approach، يعني ان انا بركز على مواطن القوه. من خلال مواطن القوه الطفل بيبقى عنده ثقه بنفسه، حابب المكان، حابب الناس اللي بيشتغلوا معاه، يبتدي يسمعني. لما اجي اقول له بقى يلا نكتب وهو مش عايز يكتب، يلا نقرا وهو متعثر في القراءه، هنا بيسمعني. ليه؟ لانه عارف كويس قوي ان انا بشتغل معاه على الحاجات اللي هو عارفها وبيحبها. فهو بيتوقع بقى انا رايحه اقابل دكتور سهى هتقولي بقى اكتب وهتقولي تعالى نعمل سباننج وكده، انا بروح واخده بقى في حته تانية خالص. يعني هو جاي لي وعارف اللي هو هتعملي معايا ايه، هتكتبيني كم مره. لا 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 لا، قولي بقى انت شاطر في ايه، انت بتحب ايه، انت ذكي في ايه، انت يعني عايز تعمل ايه في حياتك. فباخده بقى في حته في اتجاه تاني خالص يعني. فاول ما يبتدي ان هو بقى يتكلم عن اهتماماته وهواياته وشاطر في ايه وكده، لا ده انا لازم اخلي مامي تعمل لك كذا، انا لازم اخلي بابي يعمل لك كذا، لا 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 لا، ده انت بقى هتبقى معايا، هنشتغل وهنعمل اديله بقى ايه يعني ثقه بنفسه جامده جدا، اللي هو انسى بقى المشاكل، انسى الضعف اللي انت جاي بتتكلم عليه، انسى لحد دلوقتي ان احنا في 6 ابتدائي وبناخد سبيلنج تانية ابتدائي، انسى. اوكي ده جاي، بس انا بعمله الاول الايه، البطانه اللي اقدر اشتغل من خلالها. فيعني ده in a nutshell that's called يعني يعني بره strength او based approach. strength based approach. بس في مشهد كده ابتدى يحصل مؤخرا معايا برضو شويه كده، ابتدينا نخش في حته لا بس انا مش شاطر في كذا، بس انا مش بعرف اعمل كذا، بس انا يعني ابتدينا شويه نشك في نفسنا. انت عامل ازاي مع الطفل لما يروح الحته دي؟ أنا دلوقتي مفيش تشخيص، مفيش حاجه. اللي انا فاهماه اكتر من كلام حضرتك انه ده نورمال، ان ده طبيعي، هقولك ان احنا على- مختلفين كبني ادمين، طبعا إحنا جزء من مختلفين. انسانيتنا هو اختلافنا. التشخيص بيبقى ليا انا او للي عاملين معايا يعني، فاحنا بنبقى عارفين التشخيص بس احنا ما بنقولوش علشان ما نوصمش الطفل، ويبقى ال يعني المايند سيت بتاع كل اللي بيشتغلوا معاه بصوا على هو شاطر في ايه ومحتاج دعم في ايه، وده البلان اللي احنا هنحطها. فانا عايزه المايند سيت دي تبقى عند كل الناس، تبقى عند ولي الامر والمدرسه كمان. هل خطر ان يبقى عند ولي الامر اسم التشخيص او عند الطفل اسم التشخيص؟ لا عند الطفل بلاش طبعا، علشان احنا جسمنا بيسمعنا. فانا لو قلت انا مش هعرف اخس فهفضل تخينه زي ما انا. اوكي. بس انا بنتي ساعات بتيجي تقول لي انا حاسه ان انا عندي ADHD. لا انا ما بفضلش طبعا ان الطفل يفكر بالطريقه دي، بل بالعكس يقول انا شاطر في ايه وانا محتاج اشتغل على ايه. يعني لو بنتي جايه بتقول لي كده هي بتهرج، يعني انا ما اعرفش هي أنا فاهمة. بتهرج ولا لا، لا، بس ما عشان هم نسمعش. كمان بقوا عارفين قوي المسميات دي، ففي الموقف ده ارد اقول ايه؟ لا يعني انا بالنسبه لي لا، ما بلاش ADHD، لا انت ما فيش حاجه اسمها كده. لو عندك ADHD كنا يبقى مستقبلنا بطريقه مختلفه او حياتنا بتبقى بطريقه مختلفه. I don't think ان عندك حاجه زي كده يعني. هسأل حضرتك سؤال من اسئلتك. ايه اللي يخلي طفله تيجي تقول لي انا تقريبا عندي ADHD؟ هي بتسمع من المجتمع. يعني هل هو بقى حاجه حلوه ان انا ابقى يعني هو انتشر والانتشار كان ليه فايده، ان احنا نرفع وعي الناس سواء كان في المدرسه او في اي مكان بيروحوا الطفل، بان انا عندي مشكله او عندي تحدي اسمه نشاط الزايد والاندفاعيه، ومحتاجين نعرف عنه اكتر، ومحتاجين ان احنا احنا اللي نعرف نساعد ازاي. تمام، لان انا من المهم عندي ان انا اغير البيئه حوالين الطفل مش المشكله، هو التحديات في البيئه اللي حواليه وفي الناس اللي بتشتغل معاه اللي مش عارفه تكوب او تواجه متطلبات التعامل مع الطفل ده. هل انا كطفل او كحتى شخص كبير برتاح شويه لما اقول حاجه زي كده عشان بنزل شنطه من الشنط؟ على ايه بقى؟ شنطه من الشنط كده بتاعت انا لازم ابقى شاطر في المدرسه، انا لازم ابقى بأدي بطريقه معينه. ده يعني ده يعني فبقى او السوسايتي بريشر، يعني ده الضغط اللي موجود في ما بين الاقران وما بين الاصدقاء، او اللي موجود جوه المجتمع، ان انا لازم اعمل حاجه بشكل معين. انا مش معنى ان انا بشتغل بالسترينث بيز ابروتش او ان انا بركز على نقاط القوه عند الطفل ان انا بقول له برافو على اي حاجه، لا بالعكس خالص. وده اللي بقوله على فكره لاولادي، بس اولادي الكبار شويه اللي في الاعدادي، ما تتخيلش عشان انا بقول ان انت شاطر 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 في حاجات كتيره وبديك ثقه بنفسك ان انا بسقف لك على كل حاجه.
بالعكس ده انا بحط مسؤوليه عليك ان انت لازم تشتغل معايا، ولازم ان انت تتعب نفسك علشان ان انت تغير من نفسك. طالما انا اديتك ثقه واديتك برافو وشاطر وانا واثقه فيك، يبقى هنا بقى في يعني جنتلمان اجريمنت، انت لازم تسمع كلامي ولازم ان انت تتعاون معايا علشان ان انا هعرف ان انا اخرجك من الخطوه دي للخطوه اللي بعديها. فالسترينث بيس ابروتش مش ان انا بسقف عمال على بطال على الطفل وخلاص، بالعكس ده انا بديله الثقه بنفسه، لان انا هطلب منه حاجات كتيره وهطلب منه ان يتعب نفسه ويخرج بره الكومفورت زون ويخرج بره الحاجه اللي هو اصلا ما بعرفش اعملها. لا، احنا هنتعلم مع بعض ازاي نعرف نعملها، ومش هتبقى سهله بالنسبه لك على فكره. يعني انا دايما بقول للاولاد كده، ما تتخيلوش ان الموضوع معايا هيبقى سهل، بس طبعا انا بوري الوش ده بعد ما بعد ما بكسب ثقتهم، وبعد ما بيبقى فيه يعني خلاص ما بيننا وما بين بعض، هو عارف ان انا الباك بون وانا انا الادفوكيت وانا اللي هقف جنبك وانا اللي هساعدك وانا وكذا وكذا وكذا. هنا بقى ببين الجزء المهم بقى، يلا بقى في ايه المسؤوليات. انت قدام ما بيني وما بينك بقى، انت لازم ان انت تبقى مسؤول. سلوكك في المدرسه عامل ازاي؟ مش عايزه ان انا اسمع حد بيقول ان انت ما بتعملش اللي عليك في المدرسه، ما بتعملش عليك في البيت. بيبقى عندي رصيد ان انا ابتدي ان انا اشتغل مع الطفل واعدل سلوكه وابقى دايما خطوه بخطوه معاه. فيعني انا لحد دلوقتي الحمد لله الحمد لله بقى لنا حاجه و20 سنه شغالين بالطريقه دي، والحمد لله يعني الاولاد من نجاح لنجاح. فيعني من موقعي هذا برضو بدعو ناس كتير ان هي تشتغل على السترينث بيز ابروتش وتركز على رفع وعي ولي الامر ورفع وعي المدرسه، مع كمان رفع ثقه الاولاد بنفسهم وبقدراتهم ان هم يقدروا يغيروا نفسهم والمجتمع اللي حواليهم. سهله. حضرتك صححيني لو انا غلط، حاسه اني سامعه من ورا كلامك انك بتساعديهم يبنوا طموح، وبعدين طموح هي الرفيق معاهم لحد ما يوصلوا لده. بالظبط، برافو عليكي. طب بعيدا بقى عن الاسئله اللي احنا بنقولها مش عارفين دي، ولا انا هسالك سؤال، انا يعني محتاجه اسال حضرتك سؤال. اول مره شفت حضرتك في حاجه شدتني ليكي جدا، انا مش عارفه هي ايه، بس انا بعتبر ان دي روحك، فممكن تشرحي لي ايه ده؟ لا، هو انا بس عشان بشتغل مع الاولاد على طول فانا ام فيري بوزيتيف، وبعدين عشان بشتغل احتياجات خاصه فانا دايما شايفه نص الكوبايه المليان. انا فيري بوزيتيف، والله فتشدينا عشان احنا اتنين اكيد بوزيتيف. طبعا اكيد. حاسه ان في حاجه اكتر من كده، يعني حاسه ان في حاجه، لا، هو حاسه ده سقف اني طموحي خلاص. حاسه لا حقيقي حاسه اني يوم ما شفت حضرتك حسيتك بتشوفي اللي قدامك قوي، يعني حسيتني متشافه قوي عن الطبيعي. يعني احنا بنشوف الناس في حياتنا كده بنبقى اللي هو ازيك عامل ايه انت كويس في فرق ما بين لما تقابلي حد حقيقي فضولي عن الآخرين، يعني عندي دايما الفضول تجاه الآخرين، فاللي قدامي فعلا حاسس بروحي حقيقي، وفرق ما بين ما تقابلي الناس اللي هم صباح الفل يعني احنا ما كده. لا، وزي ما حضرتك بتقولي احنا تلاقينا لان البوزيتيفيتي واحده. وانا متاكده يعني انا برضو شديت لحضرتك واتكلمنا على طول وكده، فديفنتلي في كومن جراوند، وهي انا شايفه ان حب التغيير وان انت شايفه دايما الحاجه الكويسه في الغير. بس زي ما بقول لحضرتك انا يعني انا متدربه على كده، انا متدربه ان انا لازم ان انا اشوف نص كوبايه المليان دايما. فانت دايماً. يعني لو قلت يبقى حضرتك بتقدري تشوفي قوة البني آدم اللي قدامك، فانت قادرة تشوفي الحلو اللي فيه ايا كان هو مين، عشان اقدر اكمل يعني. هل في حد في حياتك ما سامحتيهوش لحد دلوقتي؟ ما سامحتوش؟ لا ما تهيأليش، يعني انا ما عنديش الحمد لله ما عنديش المشاكل دي، بس لا ما عنديش حد ما سامحتوش في حياتي. هو اللي ممكن يكون عمل لي مشكله في حياتي فهو خرج وانا قفلت. شديتي الباب؟ شديت الباب افتح كومبليتلي، مفيش يعني خرج ولا كأن كان موجود اصلا. الحمد لله يعني انا عندي الحته دي كويسه، ان انا يعني بقفل وخلاص وانتهى الموضوع على كده، ولا كأني عندي اي مشكله خالص. لان انا شايفه ان كل ده جاي من
المايند سيت عشان بشتغل مع حاجات دايما بتبقى فيها تحديات وصعوبات، فانا لازم احافظ على المنتل هيلث بتاعتي، واحافظ على افكاري والكومبوجر، كل الحاجات اللي هي تخليني ان انا دايما بوزيتيف قدام الناس. علشان اللي بيجي لي بيبقى جاي لي بتحديات زي ما بنقول، فلو انا مش قادره ان انا احتوي اللي قدامي مش هعرف اعمل شغلتي. حضرتك بتسيطري على البيئة اللي حواليكي عشان تقدري تحافظي على طاقتك، فتقدري تحققي مهمتك. بالظبط. واحتوي الناس اللي بشتغل معاهم، عشان يعني سواء حتى مدرسين او غيره لازم افهمهم كويس قوي واحتويهم. يعني دي نقطة مهمة جدا، يعني الشغل مع الاولاد وبالذات الاولاد اللي بيبقى عندهم اختلافات ومحتاجين مراعاة للفروق الفردية. طب وحضرتك تحبي تقولي ايه للأم اللي بتبتدي الرحلة دي، الأم أو الأب اللي بيبتدوا الرحلة دي؟ الله. بس مش التكنيكال، احنا قلنا التكنيكال يعني قلنا هنعمل ايه ومين هيشخص وايه الخطوات وايه الخطة وكده. لا، اول حاجة انا شايفة ان ولي الامر لازم ده مش اوبشن، اوكي، ان هو يبقى عارف، ان هو لازم يكون عارف متطلبات المرحله. بصي دخلتي تكنيكال تاني. لا والله، لا والله ما هو تكنيكال، بس هو لازم. افكر ازاي؟ انا لسه في الاول في الصدمه. ليه صدمه؟ عشان المدرسه بتكلمني تقول لي ابنك في حاجه غلط. ده انت جايبانا هنا. لا ايوه، انا كنت فاكره انه من اول لا ما من اول ما ببتدي اتحط في الرحله دي. اوكي. اللي هو انا بيكلموني يقولوا ابني في حاجه غلط، في مشكله. يبقى اول حاجه نعملها لازم ان احنا نهدى، لان التوتر نفس عادي. نتنفس ونهدى، لان التوتر مش هيودينا في اي حته. يعني اذا كان عندي فرصه ان اساعد نفسي واساعد ابني، فانا بتوتري وزعلي انا مش هروح بيه في اي مكان. فاول كلمه هي ناخد نفس عميق ونعرف ان كل حاجه ليها حل، كل مشكله او كل تحدي له حل. بس الحل فين؟ هو ده اللي احنا محتاجين، ان احنا نعرف اكتر عن ابننا ونقرا اكتر. عشان زي ما قلت لك، اول ما هعرف، يعني لو دخلتي اوضه ضلمه هتبقي متوتره جدا، اول ما تفتحي النور هيحصل ايه؟ هتهدي، هتشوفي كل حاجه قدامك بمنتهى السهوله وتقولي وانا كنت متوتره ليه؟ دي الاوضه اللي انا عارفاها كويس قوي، مفيش فيها اي حاجه جديده. بس احنا النور ده هو العلم، هو المعرفه. مش هقدر ان انا اتخطى النقطه دي واقول ان في حاجه تانية. لا، انا اول نقطه هي ان انا اعرف عن ابني، ومش لازم ان انا اقرا، بس على الاقل الاحظ، يبقى عندي الملاحظه. والملاحظه انا بحبها ان الولي الامر دايما ايه؟ اكتب، يعني اكتب انت شايف ايه عشان ما تنساش. انت بعد اسبوع، بعد 2، بعد 3 ما تيجي تقرا انت كنت كاتب ايه من ملاحظه او من حوادث حصلت في البيت او في المدرسه. في امور كتير بالنسبه لك هتتضح، تقدر ان انت تعمل الكونكشن ما بين السلوك وبعضه. ف يعني اول نقطه هي مفيش داعي للتوتر خالص، ومفيش حاجه اسمها مشكله، ومفيش اسمها حاجه تحدي وكلها ليها حلول. طبعاً. فالتوتر جاي من اني مش شايف على الكوبايه الايه نص المليان. ايوه لازم. ايوه، وكده كده هنملى الفاضي ان شاء ما الله. احنا عندنا طموح وعندنا الرحله وعندنا كمان لله وحده، يعني ايوه احنا طبعا كلنا بنتعلم طبعا. طب وازاي نقبل بعض؟ ازاي نقبل اختلافاتنا من وجهه نظر انسانيه يعني؟ بصي، يعني النقطه دي نقطه مهمه جدا طبعا، التقبل. ومش قادره اقول لك، يعني في الاحتياجات الخاصه احنا في ليفلز للتقبل. يعني الاكسبتنس ده اول ليفل، ان انا بس ان انا اقبل ان حضرتك قاعده جنبي في الفصل، ده اول ليفل. اخر ليفل اللي هو الرابع هو السوليداريتي، التضامن، ان انا هبقى الصوت بتاعك، هبقى الباك بون، الدراع بتاعك، تمام. فبنبتدي اول حاجه بس بالاكسبتنس، ان انا قابل ان انا ابني قاعد جنبه طفل ما بيعرفش يكتب كويس، وبياخد وقت اطول ان هو يرد على المدرس، او بيسرح طول النهار، او صوته عالي شويه وحركته كتيره. فده اول ليفل في التقبل، ان انا بس موافقه. اخر حاجه بقى ان انا ابقى انا المحامي، احنا مع بعض، المدافع. مدافع كمان. طبعا السوليداريتي دي، التضامن ده، لازم ادافع عنك، ابقى انا الادفوكيت بتاعك، ابقى انا المدافع بتاعك، اقول لك تعمل ايه صح، اقف جنبك، اشوف انت عندك مشكله في ايه، اساعدك فيها.
ففي ليفلز كتيره جدا ازاي ان احنا نقف جنب الاولاد ونغير من المجتمع بتاعنا ونشوفهم بنظره تانية. ده جوه فريم الاولاد. مش عايز تطلعي معايا انت فريم الانسانيه؟ ماشي. تحبي تطلعي معايا؟ احب استاذنك قبليها عشان حاسه بس ان كل ما اروح بترجعيني تاني اللي انا عارفاه يعني أنا يعني كده مش استاذنك عايزة. يعني. أيوة. فكره الانسانيه مقتنعه ان كل بني ادم ليه الاحقيه انه يتكلم فيها حتى لو هو مش دارس العلم بتاعها، لان انا في الاخر انا عايش بين البني ادمين، فانا ليا فكر معين وليا تجربه معينه وليا خبره معينه ممكن كلنا نتعلمها من بعض. فازاي نقبل اختلافاتنا من وجهه نظر انسانيه؟ يعني بصي انا شايفه ان يعني قبول الاختلاف ده شيء لابد منه دلوقتي، لان احنا في تواصل كبير جدا ما بين الناس وبعضها. فازاي نقبلهم؟ يعني انا شايفه ان احنا نقدر ان احنا مش هقولك نعرف اكتر لان هتقولي لي ده بالعلم، ولكن ان احنا نحاول ان احنا نحس ونشعر بالاخر، نحط نفسنا مكانه ويبقى عندنا تعاطف، عندنا نظره مختلفه للي قدام. مين الشخص اللي ما تعرفيش تشتغلي معاه ابدا؟ الشخص اللي ما اقدرش اشتغل معاه هو اللي هو مستحيل انساني، ده مش انا، مش هعمل كده، مش هسمح لنفسي كده ابدا، شد الباب اقفل. عندنا وشين، ما اقدرش اشتغل مع حد اللي بوشين، شخص شخص مش حقيقي. شخص مش حقيقي. للاسف بشوفه يعني يعني بقدر ان انا احكم عليه اول ما ابتدي اشتغل معاه او اتعامل معاه سريعا، ان انا الاقي ان احنا بنقول حاجه وبنعمل حاجه تانية، فهنا ستوب. فحته الاصاله وان انا اقول الكلمه وابقى يعني ابقى اوثنتك وابقى اصيل في افعالي، بالنسبه لي ده يعني حاجه مهمه جدا. والعكس بقى صحيح، ما اقدرش اتعامل مع حد عنده دبل ستاندرد او بيشوف الحاجه بمعيارين او حاجه زي كده. في نفس الوقت حضرتك عندك سوبر باور، قدره انك تشوفي نقطه القوه في الشخص اللي قدامك. حقيقي. هل نقطه القوه في الشخص اللي بوشين ده ما تطغاش على ان هو بوشين؟ لان انا بحس ان هو لو هو يعني شخص بوشين هو هيأذي اكتر ما هيساعد، لان هو ما بيفكرش غير في نفسه. هو ممكن يظهر بكذا شكل او بيشتغل باكتر من طريقه عشان يوصل للغايه او اللي هو عايز يوصل لها. فعاده ما بيبقاش للمجتمع وما بيبقاش للرساله والكلام اللي احنا قلناه في الاول خالص. طب والمعلمه اللي جوه ما بتطلعش كده تقول I can fix him؟ لا 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 لا, لا. لا لان بيبقى ما شاء الله يعني الشخص ده بيبقى عنده سكيلز عاليه جدا، فهو مش يعني مش هيسمح لي ان انا اوصل معاه للنقطه دي. هو عارف هو بيعمل ايه وفاهم نفسه كويس قوي، لان هو فيري سكيلفul ان هو يقدر ان هو يتحرك من اكتر من شكل لشكل، فبيبقى ما شاء الله يعني علامه. ف هيبقى صعب ان هو يقول انا محتاج اتغير اول محتاج حد يساعدني ان انا اتغير، فهو مش هيتغير. ففي حاجات احنا يعني مسلمات لازم نبقى فاهمينها كويس قوي وعارفين علشان ما نضيعش وقت ومجهود ممكن ان احنا نوجهه في اتجاه اخر ونساعد بيه حد. طب لو حضرتك عندك رسالة للإنسانية تقولي لهم ايه؟ والله دي يعني لحظة مهمة جدا ما فكرتش فيها قبل كده وما حطيتش فيها قبل كده. لا ودي بالنسبة لي أنا مستغرباها شوية، لأن حضرتك مهمتك إنسانية جدا وطموح إنسانية جدا. يعني أنا عارفة، معلش أنا قلت الكلام ده قبل كده بس عشان بشوفه كتير مع ناس مؤثرة وبتعمل حاجات مؤثرة، مش قصدي مؤثرة أنها مشهورة على السوشيال ميديا، قصدي مؤثرة حقيقي بتعمل حاجات بتفرق في مجتمعنا. إنه طموح مش بس دلوقتي، طموح الإمباكت بتاعها أو الحجم الأثر بتاعها مش النهاردة خالص. حجم الأثر بتاعها ده احنا نشوفه 10 15 20 30 سنة قدام، لما يبتدي نطلع من عندنا 10 سير مجدي يعقوب، 50 محمد صلاح، إن شاء الله. وطموح قادرة على فعل ذلك لأنها مركزة على نقط قوة الطفل، وبالتالي اليونيكنس بتاعته، الحتة اللي هو فريد من نوعه فيها، وهو ده اللي بيطلع عبقرة. فأنا شايفاها حاجة كبيرة قوي للإنسانية. فبالنسبة لي رسالتك للإنسانية من وجهة نظري واضحة جدا، بس بالأفعال مش بالأقوال كمان. فأحب أسمع بالأقوال. ما قلتهاش قبل كده. أنا شايفة إن إحنا ندي فرصة لبعض. يعني رسالتي للإنسانية
creating opportunities، خلق فرص ان انا اقدر ان انا اظهر فيها نفسي، ابقى فيها نفسي، لان انا حاسه ان انا يعني مخلوقه لسبب، انا مش مخلوقه بشكل عشوائي ابدا. انا يعني متاكده 100% ان مفيش حد مخلوق للا شيء. فلو انا كلامي كتير او كلامي غير منظم، هحاول انظم من نفسي، بس انا مخلوقه لسبب. لو انا مش عارفه اقرا بسرعه، هحاول ان انا ابقى اسرع مش بسرعه، لان البنش مارك بتاعي بس انا مخلوقه لسبب. ف يعني كلمتي للانسانيه، محتاجين ان احنا ندي لبعض الفرصه ان احنا نثبت نفسنا ونوصل لامكانياتنا، علشان نحس فعلا بمجتمع سليم سالم بيفكر بطريقه مظبوطه، الناس قادره تعيش بامان فيه. ومن هنا نقدر يبقى بقى عندنا الانتاجيه وعندنا التقدم وعندنا كل الكلام الكبير ده. هو بيبتدي بالجزئيه دي، ان انا احس بالامان واحس ان انا جزء من المجتمع، منها اخرج بقى لان انا اتقدم واحب نفسي واحب اللي حواليا واتعاون، واقدر انا اتقدم في كل العلوم والشغل والصناعات. فيعني هي بتبتدي صغيره بس بتكبر تكبر تكبر. وانا شايفه ان احنا من غير ما نبتدي بالطريقه دي صعب ان انا اوصل للنهايه اللي لسه حكيالك عليها دلوقتي. فبتبتدي من اننا نقبل بعض، ندي لنفسنا فرصه، اختلافاتنا. ندي للي حوالينا فرصه ان هم يثبتوا نفسهم ويعرفوا عن نفسهم اكتر ويوصلوا لامكانياتهم، عشان نقدر ان احنا نحقق التقدم اللي احنا نفسنا ان احنا نكون فيه. ممكن ازود ادي انا نفسي فرصه. يا ريت والله. صح. ساعات انا ببقى اكتر واحد موقف نفسي من ان انا ممكن اوصل للامكانيات دي، فادي نفسي فرصه ان انا ادور على الاماكن الصح اللي تساعدني اعمل كده، البيئه السليمه اللي تساعدني اعمل كده. لانه طبعا احنا غيرانين جدا ان نطمح للاطفال، واحنا ما فيش حاجه زي دي لينا. حبيت انا كتير جدا، يعني دي ممكن يبقى احنا غيرانين قوي، احنا جيل غيران جدا. ميلينيالز وجنزي احنا غيرانين بجد والله. اقول لك بقى اولياء الامور بيقولوا لي ايه، لان كتير يقول لك طب وما فيش طموح للكبار؟ بالظبط. نفس احساسي بالظبط. على فكره في طموح للكبار طبعا. طب هناخد من دكتور سهى طموح للكبار نحطها في اللينكات. ف احنا فعلا محتاجين ده. شكرا لحضرتك وشكرا لرسالتك. تحبي الناس تفتكر دكتور سهى بايه؟ بايه؟ في ايه؟ طموح بس. طموح. ايوه. هيقولوا كانت ايه؟ ماي ليجاسي قصدك. ده هي بصي اصل هنخش في حته بقى فلسفيه بحته يعني. لا ما هو اصلا ده بودكاست فلسفي. لو انا فهمت حضرتك حاجه غير كده فانا اسف. انساني اكتر من كده ايه. بصي انا يعني خليني اقول my worst nightmare او الكابوس اللي انا نفسي ان انا اقول الحمد لله الحمد لله لحد دلوقتي انا شغاله عليه بايديا واسناني ان انا ما اوصلوش، ان انا ابقى شايله العلم من غير ما انا اوصله للناس اللي محتاجين. يعني في آية في القرآن بتتكلم على إن أسوأ حاجة إن كالحمار يحمل أسفار. فده this is my worst nightmare. ده أكتر حاجة أنا يعني بخاف منها جدا في حياتي. فمن يعني على هذا الأساس قررت إن الناس أنا عايزاها تفتكرني بإيه؟ بإن هي اتعلمت حاجة، بإن هي عرفت حاجة، بإن هي غيرت من نفسها لمثلا حوار دار ما بيننا. فان شاء الله باذن الله يعني ده اللي انا نفسي الناس تفتكرني بيه، وبعمل عليه جاهدا والله وبشتغل عليه جامد جدا ان انا اوصل للهدف الخطير ده وما بقاش كالحمار احمل اصفارا. ربنا يوفق حضرتك ويعني يحقق لك ده وتبقي حضرتك النور او الشخص اللي دخل فتح النور في الاوضه الضلمه. صح. ميرسي لوجود حضرتك معانا، اتبسطنا جدا. شكرا لوقتك. ميرسي دكتور سهى.